السلام عليكم من فيلم جديد. طبعا حبة أسئلة اللي انتوا سألتوها عن السيرتيفيكيشن والأسعار. هنتكلم في السيرتيفيكيشن المهم اللي انت المفروض تاخدها وأسهل واحدة وتجيب لك شغل بسرعة. زي ما قلت لكم ال A+ سهلة جدا. سعرها يا سيدي هيكلفك 492 دولار. ماشي، فيها جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، وكل 3 سنين لما تعمل رينيو تجدد الشهادة. ماشي. بعد كده عندك النتورك بلس، دي هتكلفك 369 دولار، هتجددها كل 3 سنين. وعندك CCNA، طبعا دي السيسكو الضخمة، انا ما عنديش دي هتكلفك 300 دولار. ماشي، فيها كذا خانة يعني تاخد الامتحان. زي ما قلت لك خد ال A+ وخد النتورك بلس وتبقى زي العسل، ومش محتاج تجدد اصلا. بعد 3 سنين انت اوريدي عندك الخبرة موجودة في السي في بتاعتك مكتوبة، حد هيشغلك. انا ما جددتش بتاعتي بقالي بتاع 6 سنين ولا 7 سنين وشغال الحمد لله. انت بس تجيبها وتشتغل. طيب دلوقتي ايه؟ انت ينفع تروح على اليوتيوب، اكتب على الاي بلس وحاول تقرا الموضوع ده، سهل هو مش صعب. ماشي. طيب تاخد امتحان ازاي؟ الامتحان بقى ايه؟ في زي تيستنج سنتر، محلات كده بتعمل تيستنج، ينفع اي وقت تروح تسجل ان انت عايز تاخد الامتحان ده في المكان الفلاني تروح تاخده. يعني مش نظام يوم معين ولا سنة معينة ولا تاريخ معين، اي وقت انت عايز تروح. دلوقتي ينفع اخش دلوقتي اروح انا عايز اعمل الامتحان بتاع الاي بلس، اشوف لي مكان بتاع تيستنج يعني اخد في الامتحان واروح اخده على طول. الموضوع مش صعب بجد، سهل جدا اوي 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 اوي. ركز في الاي بلس وركز في النتورك بلس. طيب الفيلم ده هيطول شويه عشان دلوقتي انا جات لي حاجه في مخي كده، خليني اقول لك عليها. الشغل في امريكا، الشغل في الولايه اللي انا قاعد فيها ولا الشغل بتاعي، بجد صعب ان انت تترفد. انا اقول لك كده، امبارح جالي كده اخبار. هنا عندي في الشغل واحد بعرفه شغال معايا في فريق تاني، شغال معايا بس في الاسم تاني، بس في نفس الاي تي يعني معايا. المعلم ده تخيل عمل ايه؟ شغال بقاله 6 سنين معايا في الشغل هنا. المهم جاله بتاع قبل اسبوعين، المعلم ما جاش الشغل ولا اتصل ولا على اي حاجه، اختفى. المدير بقى اتصلوا عليه ما يردش، هو اتصلوا على امه ما تردش، اتصلوا على ابوه ما يردش، اتصلوا على الناس دي كلها ما يردش. الحاجه هنا في الشغل عندي في المستشفى دي، اللي ما يرفضوا، ما حدش بيترفض الا يجيبوا ايه، اللي يكون عندهم سبب انه يترفض. طبعا عارف السبب ان هو انت ما رحتش الشغل، يرفضوك على طول. ليه قاعد؟ لا، عشان ما يترفعش عليهم قضيه وكلام زي ده، ما تترفضش. فقعدوا يتصلوا على ابوه ما يردش، يتصلوا على امه ما يردش، قاعد اسبوعين محدش عارف الواد ده فين. يتصلوا بامه، يتصلوا باخوه، يتصلوا بخلانه، مفيش حد عبر. طيب ماشي، في حاجه زي دي بتعمل ايه المستشفى ولا الشغل؟ بيبعتوا الشرطه، بيتصلوا بالشرطه بيقول لهم يا جماعه في واحد مش شغال معانا في الشغل بس بقاله اسبوعين مش عارفين احنا فين، عايزين نشوفه لو حي ولا ميت ولا حصل فيه ايه. بعض الشرطه عنده في البيت، خبطوا له الطاقه. المعلم فتح الباب قال لهم في ايه؟ قالوا انت الشغل بيدور عليك، انت فين يا عم؟ قال لهم انا مش شغال هناك، انا سبت الشغل واديتهم اسبوعين. طبعا لما تسيب شغل عامه بتحب، بيسموها كوردسي هنا. طبعا دي حاجه تانية، ان عاوز تسيب شغل في اي، لو انت شغال في الشركه هنا وعايز تسيب الشغل لازم تديهم اسبوعين تديهم اسبوعين نوتس، يعني عشان قبل ما تسيب الشغل تقول لهم انا كمان اسبوعين هسيب الشغل، عشان في يوم عايز ترجع لنفس الشغل يرجعوك. ولا مثلا اتصلت بيهم قلت لهم يا جماعه انا عايز استعملكم كريفرنس يستعملوك، فدي حاجه كويسه يعني. فهو ايه كده بقى لهم انا لا يا جدعان انا اديتهم الاسبوعين. طبعا الشرطه راح راجعه للاتش ار عندنا هنا وقال لهم، قال ان هو اداكم اسبوعين اجازه. فالحاله زي دي رفضوه على طول. دي حاجه جت منهم يعني لذيذه، بدل ما يعملوا ورق بقى
ونرفضه ليه وكلام زي ده، دي جت منه، فدي حاجة لذيذة يعني. فأنا زعلان إن هو ساب الشغل، بس هو يعني واد بجد رخم وبضان، وفي أحسن منه يجي يشتغل، وفي ناس عايزة الشغل يعني وعايزة الفلوس. طب يلا، مع السلامة، إن شاء الله نشوفكم في الفيلم الجديد بكرة.